لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانين سوريين قد لا تعرف أنهم فارقوا الحياة. الفنان محمد قنوع ولد في 26 سبتمبر عام 1973 وتوفي في 22 أبريل عام 2023 عن عمر يناهز 49 سنة، إثر إصابته باحتشاء في عضلة القلب بشكل مفاجئ، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية. الفنانة نجاح حفيظ توفيت الفنانة نجاح حفيظ في عام 2017 في دمشق عن عمر ناهز 76 سنة، متأثرة بمرضها بعد 4 أيام على نقلها إلى مستشفى ابن النفيس في دمشق. الفنانة هالة حسني توفيت الفنانة السورية القديرة هالة حسني عام 2017 عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مرير مع مرض السكري الذي رافقها عدة أعوام قبل وفاتها. الفنان ياسين بكوش توفي الفنان السوري ياسين بكوش عام 2013 أثناء الأحداث في سوريا إثر قذيفة RPG دمرت سيارته بجوار مخيم اليرموك حيث كان يقطن، وتوفي على الفور. الفنان عبد الرحمن الراشي توفي في 2014 عن عمر ناهز 83 سنة، ويعد الراحل من عمالقة الفنانين السوريين، وقدم الكثير من الأعمال الهامة. الفنان سليم كلاس توفي الفنان سليم كلاس عام 2013 عن عمر يناهز 77 سنة إثر نوبة قلبية مفاجئة، حيث أكدت عائلته أنه لم يكن يعاني من أي أزمة صحية. وقد أكد نجل سليم كلاس أن أباه كان في حالة صحية مستقرة، لكن العائلة فوجئت به متوفيا في فراشه، وأكد أنه تم نقله إلى المستشفى لكن دون جدوى. الفنان وفيق الزعيم بعد صراع مرير وطويل مع مرض سرطان الكبد توفي الفنان السوري وفيق الزعيم في 15 مارس عام 2014 عن عمر ناهز 54 سنة في مقر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت. عصام عباجي توفي في 2014 عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع مرض عضال، وذلك بعد مشوار فني امتد على مدى أكثر من 40 عاما. الفنان خالد تاجة توفي الفنان خالد تاجة والملقب بأنطونياس بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. كان الفنان خالد تاجة قد دخل إلى المستشفى الشامي بدمشق قبل وفاته بأيام إثر تعرضه لنقص حاد في الأكسجين. الفنان أدهم الملا توفي في 2014 عن عمر يناهز 82 سنة إثر نوبة قلبية حادة بالجهاز التنفسي. وللفنان الراحل الكثير من المشاركات، من أبرزها دور أبو محمود في مسلسل باب الحارة. الفنانة السورية رندا مرعشلي توفيت في عام 2015 عن عمر يناهز 42 سنة في المستشفى الإيطالي بدمشق بعد صراع مع مرض السرطان الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية. الفنان عمرو حجو توفي الفنان السوري عمرو حجو في 14 مارس عام 2000 في مدينة طرطوس السورية
بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 84 سنة. الفنان خليل حداد. توفي الفنان السوري خليل حداد في 24/7 عام 2016 في مدينة حلب عن عمر ناهز 57 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويعتبر الراحل أحد رواد المسرح في مدينة حلب. الفنان حسن دكاك. توفي الفنان السوري حسن دكاك عام 2011 عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة. الوفاة تمت عندما قام المرحوم ليتوضأ لأداء فرض صلاة الفجر، فأصابته أزمة قلبية توفي على إثرها. وكانت وفاة الفنان السوري حسن دكاك مفاجئة جدا، لأنه لم يكن يشكو من مرض في القلب ولا من أي أمراض أخرى سوى مرض السكري. الفنان نضال سجري. توفي الفنان السوري نضال سجري في 11/7 عام 2013 عن عمر ناهز 48 سنة، وذلك بعد معاناة دامت 2 مع مرض سرطان الحنجرة. الفنان طلحة حمدي. توفي الفنان السوري طلحة حمدي في عام 2012 عن عمر يناهز 74 سنة إثر أزمة قلبية مفاجئة. الفنان عامر سبيعي. توفي الفنان السوري عامر سبيعي في عام 2015 إثر أزمة قلبية في إحدى المشافي في مدينة الإسكندرية المصرية التي أقام بها لسنوات عن عمر ناهز 57 سنة. الفنان رفيق سبيعي. توفي في 5 يناير عام 2017 وعرف بشخصية أبو سياح عن عمر ناهز 86 سنة بعد مشوار فني حافل. الفنان صباح عبيد. توفي في 23 فبراير عام 2013 عن عمر ناهز 63 سنة إثر إصابته بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة طويلة قبل أن يفارق الحياة بمستشفى الأسد الجامعي. الفنان ناجي جبر. توفي الفنان السوري ناجي جبر عام 2009 عن عمر ناهز 64 سنة إثر إصابته بمرض عضال، وقد عرف بشخصية أبو عنتر في عدة مسلسلات إلى جانب الفنان دريد لحام. الفنانة دينا هارون. توفيت عام 2018 عن عمر ناهز 42 سنة إثر إصابتها بوعكة صحية أدخلتها المستشفى، ثم انتقلت إلى العناية المركزة وفارقت الحياة على الفور. الفنانة نبيلة النابلسي. توفيت الفنانة السورية الكبيرة نبيلة النابلسي في 29 يونيو عام 2019 في العاصمة دمشق عن عمر ناهز 61 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض عضال. الفنان السوري فواز جدوع. توفي في 24 مارس عام 2019 عن عمر ناهز 60 عاما أثناء تصويره دورا فنيا يتحدث فيه عن الموت، وذلك في مسلسل دقيقة صمت، حيث سقط أرضا قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة اللاذقية، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة. الفنانة مي سكاف. توفيت الفنانة مي سكاف عام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 49 سنة إثر نزيف شرياني دماغي حاد يعود لمرض سابق. الفنانة هالة شوكت. توفيت الفنانة السورية هالة شوكت في 28/2007 في دار السعادة للمسنين في دمشق بعدما كانت تسكن في منزل أنيق في حي المزرعة، وقد دخلت دار المسنين برغبتها، حيث قضت الفنانة هالة شوكت أيامها الأخيرة هناك، وقد كانت تفرح بزيارة أصدقائها وزملائها. ومن الفنانين الذين تابعوا زيارتها الفنان رياض وردياني.
توفي الفنان رياض وردياني في كندا عام 2017 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 65 سنة. الفنان حاتم علي ولد في 1962 وتوفي في مصر في 29 ديسمبر 2020 عن عمر يناهز 58 سنة إثر نوبة قلبية. الفنان محسن عباس توفي الفنان السوري محسن عباس في 10 ديسمبر 2020. الفنان السوري نبيل حلواني من مواليد عام 1967 وتوفي في أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 53 سنة. الفنان السوري طوني موسى من مواليد 1954 وتوفي في 9 أغسطس عام 2020 عن عمر ناهز 66 عاما في مستشفى الأسد الجامعي وذلك بسبب كوفيد-19. الفنان السوري مأمون الفرخ ولد في 31 يناير 1958 وتوفي يوم الخميس 21 مايو 2020 وذلك إثر تعرضه إلى احتشاء عضلة القلب خلال اليوم الثامن من شهر رمضان عن عمر يناهز 62 سنة. واشتهر الفنان الفرخ قبل سنوات من خلال دوره بأبو سمير الحمصاني في مسلسل باب الحارة الأشهر عربيا. الفنان السوري هلال خوري ولد في 13 مارس 1962 وتوفي في 4 مايو 2020 بسبب نوبة قلبية حادة في منزله عن عمر ناهز 62 سنة. الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم ولد في 1 يناير 1942 وتوفي في 10 أبريل 2020 إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز 78 سنة. الفنان السوري محمد الشماط ولد في 1936 وتوفي في 28 ديسمبر 2021. وأعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة محمد الشماط في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 55 عاما. الفنان السوري القدير زهير رمضان من مواليد 21 يونيو 1959 وتوفي في 17 نوفمبر 2021 عن عمر ناهز 62 سنة بعد تعرضه لارتهاب رئوي حاد. الفنان السوري صباح فخري ولد في 2 مايو 1933 وتوفي في نوفمبر 2021 عن عمر ناهز 88 سنة وقد نعته نقابة الفنانين في سوريا. الفنان السوري القدير فاروق الجماعات ولد في 1958 وتوفي في 12 سبتمبر 2021 عن عمر ناهز 63 سنة. الفنانة السورية ميادة بسيليس ولدت في 1 يناير 1967 وتوفيت في 20 فبراير 2021. وكشف سمير كوفات زوج الفنانة ميادة بسيليس عن إصابتها بمرض السرطان، وأعلنت وزارة الإعلام السورية وفاتها بعد صراع مع المرض العضال عن عمر ناهز 54 عاما. الفنانة السورية رأفة أحمد من مواليد سنة 1967 وتوفيت في 15 مارس 2021 عن عمر ناهز 54 سنة. الفنان السوري دياب مشهور ولد في 15 فبراير 1946 وتوفي في 24 سبتمبر عام 2022 عن عمر ناهز 76 سنة. الفنان السوري ناصر وردياني ولد في 1948
وتوفي في 15 مايو 2022 عن عمر ناهز 73 سنة. الفنانة السورية أنطوانيت نجيب ولدت في 20 فبراير 1930 وتوفيت في 17 أغسطس 2022 عن عمر ناهز 92 سنة. وكانت قبل ذلك قد تعرضت لأزمة صحية حيث أصيبت بفشل كلوي نجم عن خضوعها لجلسات غسيل الكلى. الفنان السوري بسام الملا ولد في 13 فبراير 1956 وتوفي في 22 يناير 2022 عن عمر ناهز 65 عاما في المملكة المتحدة البريطانية. الفنان السوري أسامة الروماني ولد في 3 يوليو 1942 وتوفي أسامة الروماني في 29 مايو 2023 في العاصمة السورية دمشق إثر تعرضه لاحتشاء في عضلة القلب عن عمر ناهز 80 عاما. الفنان السوري بسام لطفي من مواليد يناير 1940 وتوفي صباح يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في دمشق عن عمر ناهز 82 سنة. وكانت وصيته قبل وفاته أن يدفن في مدينة طولكرم، وفي ظل استحالة التحقيق فقد جرى دفنه في مقبرة الدحداح في دمشق وفق ترتيبات نقابة الفنانين السوريين والتي كانت قد نعته وأعلنت خبر وفاته. الفنان شادي زيدان ولد في 1 يناير 1974 وتوفي 24 فبراير 2023 بعد تعرضه لنزيف دماغي أثناء تصوير مسلسل زجاج الجن في 6 من فبراير من السنة المذكورة، فنقل إلى مستشفى دار الشفاء في دمشق حيث فارق الحياة هناك عن عمر يناهز 59 سنة. الفنان السوري فائق عرقسوسي ولد في 3 يونيو 1954 وتوفي في يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 69 سنة. الفنان محمد خرماشو من مواليد 14 أغسطس 1952 وتوفي 14 مايو 2023 عن عمر ناهز 70 سنة. الفنان معد الحسان توفي في 8 أبريل 2023 في حادث سير وقع في قرية كلس في تركيا أودى بحياته وحياة طفله وزوجته. وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم البالغ في فقدان تلك الموهبة السورية. الفنان السوري هشام شوربتجي ولد في 2 مارس 1948 وتوفي في 16 مايو 2023 عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض وبعد أشهر من انتكاسات عانى منها إثر جلطة دماغية كان قد تعرض لها قبل عامين تقريبا. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة. رحم الله موتانا وموت الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.